السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. احنا في أحلى شهر يا جماعة، شهر رجب. طبعا صمنا في أول رجب زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، وعلى قد ما تقدروا صوموا الاثنين والخميس. ربنا يا رب يقوينا ويقدرنا. وتعالوا بقى بمناسبة بقى الشهر الخير المبارك، احلى حاجة تعملوها بقى وهقول لكم ايه. لسه مكملين في وصفات ايه رمضان. تعالوا بقى اما نعمل ايه. تعالوا ما اقول لكم هنعمل النهارده قرص طريه. قرص طريه دي حلوه قوي، تنفعكم في الفطار، تنفعكم بعد العشاء مثلا، تعشيتوا وعايزين حاجه خفيفه تاكلوها مع كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي. الاطفال طبعا بيحبوا الحاجات القرص، الحاجات اللي هي المقرمشات، الحاجات ديت. فاهمني؟ تعالوا بقى اما اقول لكم على المقادير. طبعا عملت كيلو دقيق، عليه كوبايتين او كوبايه ونص سمنه، كوبايتين لبن، ولازم يكون اللبن بتاعك دافي، رشه ملح، معلقتين سكر، نص كوبايه سمسم، معلقتين لبن بودر، معلقه بيكنج باودر، معلقه خميره فوريه، معلقه خميره من اللي هي بتاعه الفرن، اللي هي بتاعه العيش الطابونه او عيش الافران اللي هي الفلاحي. وطبعا بتبقي مسيحه السمنه بتاعتك، ما ينفعش تحطيها زي ما هي. في ناس بتحب السمنه، في ناس بتحب الزبده، ممكن تحطي الزبده على سمنه. طبعا لو انت عايزه القرص بتاعتك طريه قوي هتستخدمي السمنه. لو انت عايزه القرص بتاعتك تبقى ناشفه شويه، يعني في ناس بتحب القرص تكون ناشفه شويه، هتحط كوبايه سمنه وكوبايه زيت. الزيت بيخلي الحاجه تبقى ناشفه، فاهميني؟ فانا دلوقتي وانا بعجن، كل ما بعوز يعني اعوز شويه سمنه عشان اعجن، يعني اخد، فاهميني؟ يعني انا خدت بالظبط كوبايتين سمنه في كيلو الدقيق. بصوا بقى، عشان تبقى العجينة معاكي ناجحة 100%، بتقعدي تعجني زي ما انت شايفة كده. وطبعا العجن بتاع الحاجات دي عايز تقعدي في الارض، ليه؟ تقعدي تتحكمي في الطبق وفي العجن بتاعك. وزي ما قلتلك، بصوا لو شفتوا العجينة في الاول، فلازم تلمي العجينة كده، ما تلزوقش خالص خالص. يعني بالتالي قعدت 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده اعجن فيها لحد ما لمت خالص، واتأكدت ان كل المكونات بقت، بصوا، مندمجة كلها مع بعض، علشان تبقى العجينة بتاعتك ناجحة 100% زي ما قلتلك. خدت كده العجينة زي ما انتوا شفتوا كده، وحطيتها كده في طبق، واحط عليها كيس بلاستيك وهسيبها تخمر كده. ده اول كيلو معايا. هبتدي بقى ايه اعمل الكيلو التاني. طبعا سرعت لكم المقطع التاني ليه؟ عشان انا كنت عامله لكم المقطع الاولاني بالراحه علشان تعرفوا المكونات ايه بالظبط. بصوا، حاجات فيها توفير، توفير التوفير يعني. كده طبعا كيلو الدقيق التاني. ليه هتقولي لي عاملاها على مراحل؟ طبعا لان انا كنتش بعمل ليا لوحدي، كنت بعمل ليا ولوالدتي والاختي، فكل واحده الحاجه بتاعتها لوحدها. بس هقول لكم على حاجه بقى، المكونات او الحاجه اللي انتوا جايبينها لو حسبتوها هتلاقوا فيها توفير جدا، اكتر ما تروحي مثلا الفرنه او هتشتري كيلو قرص، او هتشتري اللي هي المقرمشات، او اللي هي الحاجات اللي هي القراقيش، الحاجات اللي هي احنا بنحبها بتاعه الافران. فانت لو جبت كيلو دقيق هينطر معاكي كتير جدا جدا. عمل لنا 32 قرصايه او 33، يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه بصوا زي العسل. بصوا بقى، وهقول لكم حاجه كده بيني وبينكم كده، انا اول مره اعمل القرص دي، اول مره. يعني جمدت قلبي كده، وما طلبوها بصراحه نفسهم فيها، فقلت لهم لا تعالوا لي بقى. فقلت لهم بصوا انا اول مره اعمل، احنا معاكي، قدر باظت زي، بصوا احنا معاكي للنهايه. فبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، طلعت زي العسل. طبعا بعد ما بتعمليها بتسيبها تخمر نص ساعة كده. بقى قلت على ما العجينة بتاعتنا تخمر، عملت كل بقى الواحدة لوحدها كده في بولة. قلت بقى هعمل ايه؟ هعمل بسبوسة الذرة. طبعا احنا عملناها قبل كده مع بعض، فاحنا عارفين المكونات، عارفين كل حاجة. فقلت بقى ايه، اعمل بقى صينية بسبوسة الذرة واحنا قاعدين كده، كل واحدة بقى تاخد لها قطعة كده بكوباية شاي، وتبقى قاعدة حلوة كده، ولمة العيلة بقى وعيلة العيلة بقى، وحاجات رمضان، وتفكرنا بأيام رمضان واحنا بنعمل الكحك والبسكوت والحاجات دي. جبت لهم فرشة كده وقعدتهم جنبي في المطبخ. بحب انا الأجواء دي قوي. بصوا، قلت بقى ايه، هعمل تركايه حلوه كده، هرش شويه سمسم كده على الوش، على وش البسبوسه كده. اما اشوف كده السمسم هينزل كده في العجين بتاعي كده، ولا هلاقيه على الوش كده ويديني الشكل حلو، فهنشوف النتيجه مع بعض في الاخر.
كده بقى خلاص بعد بصوا نص ساعة فات، فبسم الله ما شاء الله بصوا العجينة بتاعتي خمرت وبقت حلوة قوي قوي، بقيت فرحانة بيها وعمالة لهم بصوا النتيجة باينة بجد. حاجة حلوة وتوفير التوفير بجد، من كيلو بيعمل لك كمية حلوة قوي قوي. وطبعا جمدي قلبك وقربي على الحاجات ديت، سهلة جدا، معجنات حلوة وسهلة وخير. وبصوا الريحة اصلا وانا بسوي الحاجات دي بتقلب لك المكان كله، بتحس ان بيتك كده كله خير وسعادة يعني، واجواء حلوة قوي. تعالوا بقى ما اقول لكم على حاجة. القرص بقى وانت بتعمليها بتعملي الحجم اللي انت عايزاه، عايزه القرص بتاعتك صغيره متوسطه كبيره على حسب الحجم اللي انت بتحبيه. طبعا هتقولوا لي هو انت ليه ما حطيتيش السمسم على الوش؟ لا انا عايزه السمسم بصوا في كل حته. بصوا انا بوريكم العجينه ازاي. السمسم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك في كل حته في العجينه كلها. عملت بقى القرص بتاعت القرص صغيره كده، انا يعني قلت لهم انا بحب الحاجه صغيره، احنا معاكي صغيره كبيره احنا معاكي للنهايه. هم خلاص انا اللي ماسكه الموال. فمش قلقانين مني يعني، هي لو باظت قدرنا. حلوه الحمد لله، متوسطه برضو الحمد لله، خليكم معانا هنشوف في الاخر في النتيجه. بس بصراحه بجد بجد حاجه حلوه. وزي ما قلت لكم حاجه بتبقى خير في البيت، في اي وقت هتناولي اولادك قرصه. عملتي قراقيش، الحاجات الحلوه دي جميله قوي قوي بجد. تعالوا بقى اما اقول لكم عملت ايه. خلاص بعد ما قلت لكم العجينه بعدها بنص ساعه بالظبط، ابتديت ان انا عملتها قرصتها كده زي ما انتم شايفين، اللي هي القرص الصغيره خالص. انا بحب بصراحه ولو الناس اللي متابعيني ومعايا من زمان اي حاجه من المعجنات او اي، بحب الحاجه بتاعتي تكون صغيره، ما بحبش الحاجات الكبيره والحاجات الناس اللي بتعملها العملاقه دي، لا بصراحه لا. بصوا بقى كده ايه بتعملي ايه. بتجيبي صينيه ما بتعصاش اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه. ليه؟ لان اصلا العجين معانا مليان سمنه، فاهميني؟ فبكفة ايدك كده بتبططيها كده بالدايره اللي انتوا شايفينها كده، بتطلع متساويه وجميله ومش مستاهله ان انت تجيبي اي حاجه عندك او اشكال او الحاجات دي. الكيلو عمل لي 3 صواني. بتعملي ايه بعد ما خلاص قرصتيها وعملت الاشكال اللي انت عايزاها؟ بتسيبيها تاني نص ساعه تخمر. عشان القرص بتاعتك تكون ناجحه تسيبيها نص ساعه لحد ما تخمر. بصوا انتوا زي ما انتوا شايفين الشكل ده، هتشوفيه بعد ما يعني بعد ما تخمر هتشوفوا شكلها بقى ايه. بصوا بقى كده خلاص البسبوسه بتاعته الدوره طلعتها من الفرن بسم الله. بصوا جميله جدا مع السمسم على الوش وحاجه كده زي العسل. بصراحه انا كنت فرحانه بيها قوي بحركه السمسم ده، وانا واقفه فات شويه سمسم فقلت لا يلا ما نحدفهم بقى، احنا هنعمل بيهم ايه. فعملتهم كده على وش البسبوسه، فبصراحه طلعت زي العسل وخطفوها خطف والله الاطفال، واحنا قاعدين عملنا شاي بقى وقعدنا ناكل منها. بصوا بقى انا بقطعها اهوت وعماله اقول لهم ايه بصوا ايه رايكم، ايه رايكم؟ شفتوا انا شاطره ازاي؟ البدايه اهي، البدايه حلوه بدايه جميله. فعماله اقول لهم بصوا ايه رايكم في السمسم ومش عارف ايه، وعماله اقول لهم بقى بصراحه كنت فرحانه جدا فرحانه. بصوا بلمتهم بعدتهم بصوا بحاجات حلوه كده بتفتكريها بتاعت زمان واللمه الحلوه. بصراحه بتبقى حاجه حلوه قوي قوي. بصوا خلاص كده خلاص خلصت اهوت. فهبتدي بقى اقطع لهم كده طبق اهو. بسم الله ما شاء الله حاجه كده زي العسل بجد. الخرطة جميلة ومليانة سمسم وزي العسل. السمسم بصوا من على الوش كده مدي منظر حلو كده وتركاية جميلة وحاجة حلوة وحاجة جديدة. لو قلتلكوا بقى، لو انا كنت وريتكوا الكاميرا بقى اللي قاعدين في الارض والعيال جايبة كراسي، بصراحة كان يوم جميل قوي وحاجة حلوة. تعالوا بقى اما اقول لكم الكيلو الاولاني انا عملت قرص مدورة. الكيلو التاني والدتي قالت لي لا اعملي لي شوية قرص وشوية ايه مثلثات، بما ان ايه الكيلو بيطلع كتير والله بجد حاجة حلوة. انا بهزر معاكم انا بضحككم بجد. الكيلو فيه توفير كتير قوي قوي قوي. بصوا قلت لها بقى ايه سيبيني بقى، سيبيني انا بتاعت ايه الحاجات الحلوة دي، بحب انا اعمل واشكل وبالي طويل في الحاجات دي. فجبت السكينة بتاعت اللي هي المخلل المشرشطة دي. قلت لها بقى سيبك بلا عدة بلا كلام فاضي دوت، احنا ما بنعملش كحك، احنا بنعمل حاجة بسيطة فهنخليها ايه مية مية برضو بنفس الشكل. زي ما انتوا شفتوا كده بمسك البتاع بعملها على عجينة مطولة كده وبططها. ومسكت كده بالسكينة اللي معايا ديت شرشطتها كده من يعني من قدام ومن ورا كده، عشان تبقى البتاع مشرشطة من كل حتة. الطفل اللي ياخد حتة يبقى فرحان بيها بالشكل اللي ايه الموجود قدامه، مش بالطعم بقى ولا الكلام ده، لا الشكل شكله حلو، فاهميني؟ كده زي ما انتوا شايفين عملت كده مثلثات. وطبعا زي ما انتوا شايفين اهو بصوا بعملها يعني كور ايه، بمسكها كده ابرمها كده رول، وبايديكي كده تقعدي تعملي في الصينيه، وبعد كده بايه بالسكينه كده زي ما انتوا شايفين بتشيلوا الحروف ليه علشان تعملك الشكل الحلو ده. وبعد كده بقى بتعملي المثلثات الجميله دي زي السمبوسه كده. ايه رايكم بقى؟ كده خلاص بقى برضو هسيبها تاني
يعني العجين دوت هسيبها تاني بعد ما شكرناها كده، تسيبيها نص ساعة تخمر وبعد كده بتدخلها الفرن. قلت بقى هعمل كمان شكل حلو كده برضو عشان تبقى يعني كذا شكل، يبقى قرص وشكل السمبوسة، وقلت اعمل صوابع كده حلوة كده زي البسكوت والحاجات الحلوة دي زي المقرمشات والحاجات دي. بصوا بقى اقول لكم على فكرة، لو وانت بتسوي كده وعايزه الحاجه بتاعتك مقرمشه قوي، يعني بصوا هتخليها في الفرن شويه، يعني خلاص هي استوت هتسيبها تاني لحد ما تبقى مقرمشه كده، لكن احنا عايزينها ايه، طريه متوسطه كده، يعني مديها قرمشه مع طريان كده اللي هو بتاع البسكوت والحاجات الحلوه دي. زي ما انتوا شايفين كده بوزعها في الصينيه، علشان خلاص هسيبها كمان نص ساعه تخمر. الحاجة بتاعتك عايزاها ناجحة وتلاقي قرص طرية فلاحي حلوة، تسيبي بعد ما بتشكليها نص ساعة، يعني نص ساعة بعد ما بتعجنيها تخمر، وبعد ما بتشكليها تاني نص ساعة. وبعد كده بقى بعد ما خمرت شغلت الفرن، انا بوريكم الصينية اهو والاشكال بقى، ولسه برضو مكملين اهوت، وعماله اعمل بقى اشكال وحاجات وبوريكم. بصوا بتمسكي الكوره كده تتلفلفيها بين ايديكي ليه، علشان تخليها كوره متساويه تديكي نتيجه حلوه. اهم حاجه في التشكيل برضو عشان ما تبقاش الحاجه بتاعتك رايحه شمال ويمين وبتطلع، بص مش هتطلع حلوه. فانت امسكي الحاجه كده كوريها كويس جدا بين ايديكي كده، هتعملها قرصه بتبطيها كده ببطنيه ايدك، هتعملها اشكال زي ما انت شفتي كده معايا وانا بعملها على الصينيه. طريقة سهلة خالص ومفيش فيها اي حاجة اهوت. خليكم معايا كده واحدة واحدة وكل حاجة سهلة، جربوا بجد بجد كانت ناجحة جدا. كده بقى زي ما انتوا شفتوا اهوت، بعد ما خمرت تاني بعدها بنص ساعة، لو هتاخدوا بالكم قبل كده كانت حاجة بسيطة خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله ارتفعت خلاص خمرت، فشغلت الفرن. بصوا بقى طريقة التسوية، عشان ده بقى فرن البوتاجاز مش اللي هو الفرن الفلاحي والكلام ده. ففرن البوتاجاز هتعملي ايه، هتشغلي البوتاجاز من تحت. الشوايه دي بقى هنعوزها في ايه، لو اخر حاجه خالص وعايزه اللون بتاعك يبقى محمر كده ومتحمر من على الوش، بتشغليه دي في اخر بقى، اقول لكم اخر ثانيه، في اخر حاجه خالص، يعني ممكن كمان ما نعوزش الشوايه. خلاص بقى انا شغلت الفرن عشان يسخن، وبعد كده هدخل صينيتين صينيتين، وهقول لكم برضو في التسويه انا عملت ايه عشان برضو اخلص في الوقت وارتاح بقى. كده بصوا الصواني زي ما انتوا شايفين، الصواني اللي على جنب دي لسه ما خمرتش، لو هتاخدوا بالكم بصوا من اللي خمرت من اللي ما خمرتش، بتلاقي الكميه ايه كبرت شويه. كده خلاص بقى هقعد قدام الفرن وكده ايه وهسوي معاكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا ده كان اول صاج بجد بجد، يا فرحه قلبي بيه، وكان طالع كده بالشكل والجمال ده. بصوا انا سويت القرص واتاكدت ان القرص من جوه، اهم حاجه من جوه مستويه، بروحت جايه مشغله الشوايه بس ادتني اللون الخطير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، فاهميني اللون الذهبي الحلو اللي زي العسل ده. بصوا القرص من تحت عامله ازاي، يعني بصوا حاجه بجد جمال جمال والله يا جماعه، حلوه قوي قوي وطعمها حلو وجميله كده، ومن جوه قلبها حلو قوي بجد. ما تخيلتش النتيجه الحلوه الجميله دي، وزي ما قلت لكم انا صريحه معاكم، انا اول مره اعملها بجد، اول مره اعملها. بص عملت ايه بقى، خلاص بقيت احط صينيتين تحت على ما يستووا من تحت، والصينيتين اللي من تحت دول خلاص استووا، بروح مطلعاهم فوق على الشوايه، وراجع حاطه صينيتين تاني من تحت، فاهميني عشان يديني بس اللون الجميل اللي هو الحاجه الاكشن الاخير الجميل الحلو ده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه والاشكال اللي احنا عاملينها ديت؟ بصوا حاجه حلوه بجد، طريقه سهله، جمدي قلبك اعملي لاولادك الحاجات دي حلوه قوي في البيت. كل الحاجات دي خير خير بجد، وبتلاقي بيتك مليان خير كده. اعملي كيلو دقيق، جربي في كيلو دقيق، جربي في نص كيلو، هتلاقي ان النتيجة حلوة. اهم حاجة في طريقة العجن تعجنيها كتير عشان تبقى الحاجة بتاعتك ناجحة. سيبها تخمر بعد العجن، اديها تاني بعد ما تشكليها كمان نص ساعة تخمير، وبعد كده تسويها. يلا يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم ويكونوا استفدتم منه. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة كده من قلبكم لاختكم حبيبتكم اللي بصوا اللي ما بتسيبش حاجة الا لما توريها لكم، واي حاجة انا بعملها على قد ما اقدر بصورها لكم عشان اقدر اوصلها لكم بالطريقة السهلة او بالمكونات البسيطة اللي انا عملت بيها. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.